بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم حبايبي وفيديو جديد على قناتي قناة سوبر مومو. النهاردة هنعمل مع بعض وصفتين كده، حاجة جنان. لو عندك فرخة 2 كيلو بس، يلا تعالوا هنعمل منها توفير التوفير. هنستغل الفرخة احلى استغلال وهنعمل منها وصفتين، الاتنين احلى من بعض، هيكفونا ممكن اللهم بارك تفضلوا تاكلوا فيها اسبوع كامل كده بالهنا يا رب. وصفتين اسهل من بعض واطهى من بعض. يلا بسم الله وعلى بركة الله نبدأ نشوف هنعمل الحاجات الجميلة دي ازاي. الفرخة معايا اهي، دي حوالي اللهم بارك 2 كيلو. تعالوا بقى نقطعها كده ونستغلها احلى استغلال. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل منها صنفين، الاتنين احلى من بعض. هنمسك الفرخة كده هنقطعها. انا الاول اخدت الوراك بتاعتها، هنقطعها تقطيع التقطيع اللي هو تقطيع الكنتاكي او البروست حسب ما بنقول في دمياط. انا هقطعها معاكم التقطيعه اللي انتوا شايفينها دي كده، زي ما بقول لكم كده. دي الفرخه 2 كيلو. انتوا ممكن تجيبوا اكبر من كده وممكن تجيبوا اصغر عادي يعني. تمام كده. هنقطعها بقى زي ما انتوا شايفين كده. هنفصل الدبوسه لوحدها، والقطعه الورك اللي هي الجنب دي ممكن تقسميها بالنص لو الفرخه كبيره، وممكن لو الفرخه الحجم اصغر من كده شويه هتسيبيها كلها. تمام كده. هنعمل معانا النهارده وصفتين احلى من بعض وحاجه سهله جدا جدا. هتضيفيها عندك في الفريزر وقت ما تحتاجيها، ما شاء الله اللهم بارك. الوصفتين النهارده بالكميه اللي هنعملها مع بعض زي ما قلت لكم كده، ما شاء الله ممكن تكفي اللهم بارك اسبوع كامل. بعد ما هنقطع الفرخه كده زي ما انتم شايفين. لو وصلتوا معايا لهنا يا حلوين، صلوا على النبي محمد كده عليه افضل الصلاه والسلام، واكتبوا لي كومنت حلو زيكم كده. ورب وصفه النهارده تعجبكم. ميرسي جدا على الكومنتات اللي على الفيديو القديم، ربنا يخليكم يا رب دايما يا حبايبي. بعد ما هنقطع الفرخه كده زي ما انتم شايفين كده، هناخد الكتاف الصدر هنخليه، وهناخد الاجنحه بتاعتها بس. بنقسمها زي ما انتم شايفين حجمها كده. دي الفراخ اللي هنعملها فراخ متبلة. هنعملها اكتر من وصفة النهاردة. بهارات النهاردة عاملاها لكم، ممكن تنفع مشوية، ممكن تضيفوا ليها في الاخر خلطة دقيق وبهارات وتعملوها كنتاكي. ممكن تنزليها على شواية وتشووها بالمقادير اللي انا هعملها معاكم النهاردة. الوصفتين اسهل من بعض يا رب ان شاء الله. وصفة النهاردة وفيديو النهاردة كده ينال اعجابكم. بعد كده بقى هنخلي الصدر زي ما انتم شايفين، وهنعمل بصدر الفرخة فراخ بانيه او اطياب حسب ما بتقولوا، او كوكي حسب المشهور الاسم بتاعها، بس هي المقادير النهارده الفراخ اطياب. تعالوا بسم الله كده هنتبل الفراخ الاول اللي هي هنعملها كنتاكي. هنحط ملح وهنحط توم وبصل بودر، ودي بهارات فراخ. وادي معلقه هريسه شطه انا كنت عاملاها في فيديو قديم. وادي معلقتين خل عشان زفار الفرخه. طبعا الفرخه دي قبل اي حاجه في الدنيا انا غسلتها ونقعتها حوالي ساعتين. بعد كده هنضيف اما علبه زبادي اما كوبايه لبن. انا المتاح عندي حاليا زبادي، فانا ضفت زبديه وهنضيف عليها كوبايه ميه. تمام كده. ممكن بدل الزبديه كوبايه الميه حلوين هتضيفوا كوبايه لبن. بعد كده هنقلب الكلام الجميل ده. يبقى البهارات عندنا توم وبصل بودر بابريكا وكاري و... وهريسة الشطة ومعلقتين خل. وهنسيبها تتبل وتعيش حياتها كده. ويلا ناخد الكتفين كده ونستغلهم احلى استغلال. هنقطعهم اي تقطيع كده زي ما انتوا شايفين. كل ده هيطحن دلوقتي كده على الكبة وهنعمل احلى فراخ اطياب. تمام كده. بعد ما نقطع الكتفين كده وخليناهم زي ما شفنا مع بعض. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. هو فيديو حقيقي توفير التوفير. زي ما قلت لكم فرخه واحده بس اللهم بارك هتعملوا اكل يكفي اسبوع كامل. بعد كده بقى بعد ما هنقطعها كده زي ما انتوا شايفين، مش مهم التقطيع كده يا حلوين، اي تقطيع عادي هتنزل الكبه عادي. وبعد كده هننزل بقى بالفراخ عفوا في الكبه. وهنبدا نضيف مقادير سهله وبسيطه جدا. هنضيف ايه؟ بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه معلقتين الخل عشان زفار الفراخ. وادي معلقتين نشا. تمام. وادي كيس لبن بودر. لو هتحطوا اللبن البودر السايب يا حلوين هيبقى حوالي 3 معالق. تمام كده. وادي توم بودر وبصل بودر. وادي فلفل اسود، ممكن لو متاح عندنا الفلفل الابيض ضيفه. ودي بهارات فراخ. وادي رشة كاري. بعد كده والملح طبعا. بعد كده هناخد الكلام الجميل ده نفرمه. وطلعت معانا اللهم بارك بالكبة عجينة مرنة جدا جدا وسهلة. بعد كده بقى هنجيب ده ذرة مجروش من عند العطار، او ممكن تجيبوه كورن فليكس وتطحنوه.
اي حاجه المتاحه عندكم. بعد كده بقى هتجيب الذره، هي بتيجي خشنه شويه، انا نعمتها في الكبه. وبعد كده محتاجين بس يا دوب نبل ايدنا شويه ميه كده عشان العجينه بتلزق معانا. وبعد كده هنعملها شبه الكوكي اللي بنجيبها من بره او اطياب. وبعد كده هنغلفها بالذره الاصفر ده، وزي ما قلت لكم ممكن كورن فليكس وتطحنوه. بعد كده هنعمل كل الكميه زي ما انتم شايفين. مهم جدا ان انتوا تبلوا ايدكم في الميه كده يا حلوين، لانها بتلزق كده شويه. ممكن تسيبوها ترتاح شويه، وممكن تشتغل على طول زي ما انا بعمل كده. وبعد كده هنغلفها بالذره الاصفر. الذره ده مجروش من عند العطار، مش غاليه، حلوين باسعار رمزيه جدا. بعد كده هعمل الكميه كلها. اللهم بارك، طلعت حوالي اكتر من 20 قطعة، بسم الله ما شاء الله، من صدرين الفرخة بس. هتعملي معاكي الكمية الحلوة دي. وادي الفراخ المتبلة اللي عملناها مع بعض. وصفة النهاردة البهارات زي ما قلت لكم يا حلوين، بهارات سهلة وخفيفة جدا جدا. ممكن تشووها، ممكن تاخدوا منها وتتبلوها في دقيق وشوية بهارات، وهتعملوا منها احلى بروست. ممكن تنزلوها الشواية، ممكن تاخدوها بالصوص بتاعها كده، تنزلوه في صينية على النار. وممكن تضيفوا لصينيه بطاطس وشويه خضار. وصفه النهارده تمشي معانا اي حاجه، في اي وصفه حقيقي، بهاراتها سهله وخفيفه وطعمها جميل جدا جدا، جربوها. انا هنا قسمت الفراخ على نصين كده حسب الكميه عندي هنا. اللهم بارك، عملت 5 و5، 5 قطع و5 قطع، يعني ما شاء الله وجبه جميله جدا. وبعد كده انا قسمتها زي ما انتم شايفين كده، وهننزل معاها بكميه الصوص، وهنسيبها تتبل وتعيش حياتها في الفريزر لحين الاستخدام باذن الله. زي ما قلت لكم وصفه النهارده سهله وبسيطه يا حلوين، هتستخدموها اما بالصوص بتاعها، اما هتجهزوا شويه دقيق وعليه بهارات، وهتعملوها احلى كنتاكي. شايفين؟ اللهم بارك، الفراخ معانا وريحتها تحفه جميله جدا جدا. هتقسميها بقى حسب اللهم بارك اسرتكم. الهنا والعافيه عليكم يا رب، اي حد يجرب الوصفه دي. احنا النهارده عملنا وصفه توفير التوفير. يا رب الفيديو يعجبكم يا حلوين، اشوفكم في فيديو